لو أبصرت عيناك بعض جماله لبذلت منك الروح في إرضائه. ما طابت الدنيا بغير حديثه، كلا ولا الأخرى بدون لقائه. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه الآية تقول بأن العبد يحصل على المعيشة الضنك على قدر إعراضه عن الله. ما أعرض عبد عن الله إلا لاقته هذه المعيشة. وهنا بعض الإخوة يسأل ويقول: كيف أعرف أني أعيش هذه المعيشة الضنك؟ ما هي آثاره على العبد؟ كيف أعرف هذا العبد يعيش في حياة مطمئنة وحياة طيبة، وهذا يعيش في معيشة ضنك؟ كيف نعرف آثار هذا الإعراض؟ هناك علامات. أول علامة ضيق الصدر. الصدر ضيق، الصدر يتسع ويضيق. وتخيل أخي الحبيب إذا ضاق الصدر ضاق كل شيء. سيضيق بيتك وسيضيق مالك وكل شيء سيكون ضيق. وإذا اتسع الصدر يتسع كل شيء، ترى كل شيء في حياتك جميل. إذا ضاق الصدر ترى كل شيء جميل سيء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولهذا الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه بنعمة انشراح الصدر، قال: ألم نشرح لك صدرك؟ يعني ألم نعطيك هذه النعمة؟ حتى موسى عليه السلام لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يواجه فرعون ماذا قال؟ دعا الله قال: رب اشرح لي صدري. لماذا؟ لأن الصدر إذا انشرح تستطيع أن تواجه مصاعب الحياة، تستطيع أن تتحمل الأعباء. لكن لو كان ضيق لا تتحمل شيئا. ولهذا صاحب الصدر الضيق يعني يضيق من أي شيء، يغضب دائما، يصارخ. لكن صاحب الصدر الواسع يتحمل الأذى، يتحمل سوء أخلاق الناس، لأن صدره واسع. ولماذا ضاق الصدر يا إخواني؟ ضاق الصدر لأن المعاصي نزلت فيه. فالصدر خلقه الله هو لحب معرفته، فلما تنزل المعاصي يضيق، يتألم، فيعود ذلك على صاحبه. وإذا نزلت الطاعات إليه سعد وفرح وانشرح واتسع. ولهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قال: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. حتى سئل أحدهم قال: ما بال الأغنياء والأصحاء؟ أين المعيشة الضنك؟ يعني إنسان غني، إنسان صاحب منصب كبير، أين المعيشة الضنك عند هذا الشخص؟ لأن البعض يعتقد أن المعيشة الضنك عند الشخص الفقير. فقالوا: ضيق الصدر. صح غني وصاحب منصب، لكن في قلبه ضيق وقلق كبير جدا. إذن هذا المعنى الأول أحبتي الكرام، أن المعيشة الضنك علامتها ضيق الصدر. العلامة الثانية سلب القناعة. لا يوجد رضا، مش راضي، دائما يتذمر، دائما يشتكي: هذا الشيء لا يعجبني، وهذا دائما يتذمر. وتخيل الشخص الذي يتذمر ويتشكى، كيف يسعد؟ حتى قالوا الصحيح الذي يخاف من المرض هو في مرض، الآمن الذي يخاف من الخوف هو في خوف، الغني الذي يخاف من الفقر هو في فقر. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله، شوف على كلام جميل، قال: إن الله جعل الفرح والروح
الراحة في الرضا واليقين. الراضي وصاحب اليقين فرح. وإن الله جعل الهم والحزن في الشك والتسخط. الشاكي والمتسخط دائما في هم وحزن. صاحب الرضا والقناعة واليقين في فرح وسرور. يقول سعيد بن الزبير: المعيشة الضنك أن يسلب العبد القناعة فلا يشبع. إذا كانت لا توجد قناعة كيف تسعد؟ يقول ابن سيرين رحمه الله قال: فمع الدين من حقق الدين التسليم والرضا والتوكل والقناعة، فتكون حياته طيبة. ومع الإعراض الحرص والبخل والشح، فتكون حياته معيشة ضنك. المعنى الثالث أحبتي من علامات المعيشة الضنك الخوف من المستقبل. صاحب هذه المعيشة دائما لأن صدره ضاق، يرى المستقبل دائما سيء، لا يوجد أمل، لا يوجد تفاؤل. أين حسن الظن بالله؟ أليس الله غني؟ أليس الله على كل شيء قدير؟ طيب لماذا ترى المستقبل سيئا؟ لماذا لا تتفاءل بكرم الله؟ الله غني يعطي. لماذا لا تنظر إلى أنه الكريم سيغير حالك؟ المعنى الرابع ضعف اليقين باليوم الآخر. لما غاب الحس الأخروي عند العبد عظمت الدنيا. فلما عظمت الدنيا هجمت الهموم والأحزان والبلايا فضاق الصدر وأتت المعيشة الضنك. لكن عندما تكبر عند العبد الآخرة والتفكر فيها تصغر الدنيا. فعندما تصغر الدنيا يقل التفكير فيها، تقل الهموم، تقل الأحزان، فيعيش العبد حياة مطمئنة. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يقول في الدنيا فلا طمأنينة لقلبه ولا انشراح صدره، وإن تنعم ظاهره ولبس ما لبس وأكل ما أكل، بل صدره ضيق حرج لضلاله. وإن تنعم ظاهره فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد. يعني مهما تمتع من متع الدنيا وهو معرض عن الله، فإن في قلبه من الضيق والحرج والشقاء ما لا يمكن أن يسعد. الأمر الخامس كثرة المعاصي والذنوب. كثرة المعاصي بدون توبة. علامة صاحب المعيشة الضنك يعصي 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 ولا يتوب، فتتراكم هذه المعاصي على قلبه فتحدث هذا القلق الكبير. قال الله سبحانه وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول ابن عباس رحمه الله، يقول من عقوبة المعاصي، الإنسان عندما يعصي ولا يتوب، من عقوبات المعاصي التي يعاقب الله تعالى بها العبد: أولا ضيق المعيشة، ثانيا العسر والشدة، ثالثا ألا يحصر العبد على قوته إلا بمعصية الله. تخيل هذا الذي يعصي لا يجد الرزق إلا بالمعصية. يعني بعض الناس يقول لك: يا أخي ما أحصل رزقي إلا إذا كذبت، إلا إذا خدعت. والله أن هذا علامة المعيشة الضنك وعلامة تراكم الذنوب والمعاصي. الأمر السادس من علامة المعيشة الضنك المال الحرام. صار العبد كل ما يكتسب دائما مال حرام. يقول أحد الصالحين يقول ابن عباس: كل مال لا يتقي الله صاحبه فيه فهو من ضنك المعيشة. وقيل الضنك في المعيشة إذا وسع الله على العبد أن يجعل ماله من الحرام. فإذا شفت نفسك مالك حرام، هذا المال ليس رزق، عقوبة، هي عقوبة بسبب معاصي وذنوب، فكان المال حرام. وتخيل
عواقب المال الحرام. يقول بعضهم المعيشة الضنك هي الرزق في المعصية، يعصي يرزق، يعني تأتيه الأرزاق بالمعاصي. من علامة السعادة أن تأتيك الأرزاق بطاعة الله. الأمر السابع من مظاهر المعيشة الضنك عند العبد الاهتمام بالماديات والكماليات. ماذا سأكل؟ ماذا سأشرب؟ أين سأسافر؟ ماذا سأعمل؟ فقط حياته ماديات. الروح خاوي، لا يوجد كيف أسعد قلبي، كيف أصلح قلبي، كيف أعتدي، كيف أعبد الله، كيف ينظر الله تعالى إلي فيرضى عني. الاهتمام بالطاعات بالهداية غائب. فلما غاب صارت الحياة كلها إيش؟ ماديات. فلما كانت كلها ماديات يعتقد أنه يريد أن يسعد، يعيش قلبه في ضيق. فبماذا يسعد قلبه؟ يكثر من الماديات، السفرات، الأكلات، فلا يزداد إلا ضيقا وشدة. لأن السعادة في الروح، ولا غذاء للروح إلا بالروح. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الأمر الثامن من مظاهر المعيشة الضنك أن يكلك الله إلى نفسك. ومعنى هذا أن العبد يعمل المعصية والمعصية والمعصية ثم يجد أن الأمور تتيسر له، التيسير للمعاصي متاح، فيفرح يظن أنه محظوظ. لا، كلما رأيت المعاصي يعني تتيسر لك فاعلم أنك ذا إن الله قد تركك. لكن الذي يحبه الله صاحب المعيشة الطيبة إذا عمل المعصية تجد أن الله تعالى يوقفه عند حد، يعاقبه، لا يصعب عليه المعاصي، يبتليه، يجد ألما، قف هنا لا تذهب، الله يحبك. حتى قال بعضهم: أتدري من هو الذي اصطفاه الله في زماننا؟ قال: هو الذي يحب أن يعمل المعصية فيمنعه الله، يقول له لا. فإذا رأيت من نفسك منع من المعاصي لا، فاعلم أن الله يحبك، أنك على خير. أما إن رأيت تيسير المعاصي تتيسر، المال الحرام يكثر، فاعلم أن الله عز وجل قد تركك. في كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن المعيشة الضنك نختم به، يقول: إن الله عز وجل رتب المعيشة الضنك على إعراض العبد عن الله عنه، فهو في معيشة الضنك على حسب إعراضه. وإن تنعم في الدنيا بأوصاف النعيم، يعني مهما كان منعم، ففي قلبه من الحسرات والذلة والخسران والهم والقلق ما به تقطع القلوب. عذاب، يعني عذاب جدا. يقول: ولكن هذا العذاب يغطى بسكرات الشهوات. الشهوات سكر، فلما شهوات، معاصي، ذنوب وقلق داخلي، هذه اللذائذ التي يجدها والتي ظاهرها لذة بسيطة تغطي على هذا القلق الكبير. في قلبه قلق كيف يذهبه؟ يعصي، يعمل، حتى يجد أن يشرب المخدرات حتى يريد أن يسعد. قال: وربما أضاف إلى ذلك سكر الخمر، وإن كان سكر الخمر مؤقت يسكر ويفيق، أما سكر المعاصي، سكر الشهوات، سكر البعد عن الله، فهو في سكر دائم، فلا يفيق إلا عند حضور سكرات الموت. يصحو: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيقول: فهو في معيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ وفي القبر وفي الآخرة، كلها معيشة ضنك. إذن يا إخواني، آثار المعيشة الضنك: ضيق الصدر، سلب القناعة، كثرة التذمر والتشكي، الخوف من المستقبل، ضياع العمل والشوق إلى الآخرة، الاهتمام بالماديات والكماليات، كثرة المعاصي، معاصي بدون توبة، المال الحرام، الرزق من المال الحرام،
أن يكلك الله إلى نفسك، أن يتركك فتضيع في أودية المعاصي والذنوب. نسأل الله عز وجل يا إخواني أن يجعل حياتنا طيبة مطمئنة، وأن يسعدنا في الدنيا والآخرة، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أشكركم أحبتي على حسن استماعكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.